اهلا وسهلا بحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ورمضان مبارك علينا جميعا يا رب. سؤال بيحير اولياء امور كتير. عملت لابني اختبار ذكاء وطلعت درجاته كويسه جدا، بس للاسف درجاته في المدرسه مش حلوه اطلاقا. يا ترى اعمل ايه؟ تعالوا نشوف سوا. تعالوا نبدا من الجزء الايجابي في السؤال، هو ان درجه الذكاء بتاعت ابني الحمد لله طبيعيه، يعني مفيش عندي اي شبهه تاخر في الذكاء، واللي بتاثر طبعا بشكل مباشر على التحصيل الدراسي، او اللي بيسميه اولياء امور درجاته في امتحانات المدرسه. ولكن معنى كده اننا ممكن يكون في مشكله تانية هي اللي بتسبب التاخر في التحصيل الدراسي ده. بنقول لاولياء امورنا هنا لازم ناخد بالنا ونحدد كويس، هل ابننا بيعاني من المشكله الدراسيه دي في كل المواد ولا في مواد بعينها دون غيرها؟ لان الموقف هنا هيفرق في الحالتين. لو ابننا بيعاني من مشكله في التحصيل الدراسي اللي هي يعني درجاته مش حلوه، او لا قدر الله بيسقط في ماده او مادتين بالكتير، ده ممكن يدينا مؤشر ان ابننا ممكن يكون بيعاني من صعوبات في التعلم في الماده دي او المادتين دول على الاكثر. وبننصح هنا بعمل تقييم لصعوبات التعلم عشان نحدد مكامن الاحتياج اللي عند ابننا ايه، ويتعمل له بناء عليها خطه تربويه فرديه للتدخل العلاجي لهذه الصعوبه. اما لو ابننا عنده مشكله في التحصيل الدراسي في كل المواد، يعني للاسف درجاته ضعيفه في كل المواد، ده ممكن يدينا مؤشر ان ابننا عنده مشكله في طريقه التعليم في ذاتها، يعني الطريقه اللي بيتعلم بيها، اللي هي بين قوسين كده زي ما كنا لفتنا نظرنا قبل كده لما يسمى بانماط التعلم. فممكن مثلا مش مناسب له التعليم الجمعي اللي بيتعلم فيه في الفصل، ومحتاج شكل من اشكال التعليم الفردي اللي هي الجلسات التعليميه الخاصه او الجلسات الفرديه ليه، او انه محتاج تقييم لنمط التعلم زي ما قلنا لحضراتكم الخاص بيه عشان نحسن طريقه تحصيله، واللي بتيجي من طريقه التعليم اللي بيتقدم له عشان يقدر يحصل بشكل افضل. وفي كلا الحالتين بننصح هنا بضروره عمل تقييم للتحصيل الدراسي عشان يوضح لي المشكله فين بالظبط، ويتعمل بناء عليها برنامج تدخل تربوي لابننا لرفع مستوى التحصيل عنده. وختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجه مجهودكم ونجاح مع اولادكم، واشوفكم دايما على خير. ومره ثانيه كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا جميعا. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحناوي.